السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما تكونوا بخير يا رب العالمين. لو حابة بقى انك تعملي اكلة كده سريعة وكمان اقتصادية وما تكلفكيش كتير في عز الغلا اللي احنا فيه ده، يبقى عليكي وعلى وصفتنا النهاردة. وصفتنا النهاردة قوارب البطاطس باللحمة والجبنة. وصفة اقتصادية طعمها لذيذ جدا، وان شاء الله الاولاد هيحبوها. قبل ما نبدأ، انا سوزان، ما تنسيش بقى تشتركي في القناة، ويلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجه عندي البطاطس انا قشرتها وشطفتها وبدات اقطع كل بطاطسايه اقسمها لاتنين بالشكل ده كده. انا سبت واحده عشان اعملها معاكم، عشان اوريكم الطريقه بتاعتها بمعلقه كده، وهبدا افرغ البطاطسايه عشان تديني شكل القارب. هفرغها كده بالراحه عشان ما تتقطعش منك. لو حابة بقى تقلي البطاطس بعد ما تنقعيها بقى في مية كده شوية وتبدأي تقليها نص قلية، فيرجع لك الاختيار، لكن أنا حبيتها المرة دي تكون خفيفة. بعد كده بقى هسيبها في مية لمدة حوالي نص ساعة، وهنزل عليها بمعلقة ملح عشان تنزل النشا بتاعها. هعصج بعد كده بقى اللحمة المفرومة عندي في حلة على النار أو طاسة، هنزل بمعلقتين زيت كبار، وبعد كده هنزل بمعلقة سمنة بلدي أو أي مادة دهنية عندك ممكن تستخدميها. بعد ما يسخنوا كده هنزل ببصلتين كبار متقطعين بالشكل ده، وهبدأ أشوح في البصل لحد ما البصل كده يبقى شفاف. بعد كده بقى هنزل باللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة اللي استخدمتها هي ربع كيلو من اللحمة. هبدأ بقى أشوح في اللحمة كده لحد ما تغير اللون بتاعها، ودي خطوة مهمة جدا. بعد كده بقى هنزل بالفلفل الأخضر ومعلقتين كبار من الصلصة. ممكن تستخدمي طماطمية كده مبشورة، تدي لون حلو وطعم جميل جدا لتعصيجة اللحمة. بعد كده انزل بنص معلقة من السكر، فلفل اسود، رشة من الكباب الصيني، بابريكا، ورشة من الهيل المطحون، توم باودر، بصل باودر، وملح، وورقتين لورا. واخر حاجة بقى هنزل بيها نص كوباية من المية، وهسيب اللحمة عشان تتعصج على نار متوسطة. هنجهز بعد كده بقى صلصة الطماطم. عندي في طاسة هنزل بزيت، وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من التوم المفروم. هشوح في التوم، مش هديله لون، هشوحه بس فقط لا غير. بعد كده بقى هنزل بمعلقة صغيرة من الكزبرة وهشوح فيها مع التوم، وبعد كده بقى هنزل بعصير الطماطم. نقلب بقى، بعد كده ننزل بملح، نص معلقة صغيرة من السكر والبابريكا، واخر حاجة هنزل بيها معلقة صغيرة من البصل البودر. وهسيب الطماطم عشان تتسبك على نار كده متوسطة. صفيت بقى البطاطس عشان هبدأ استخدمها، وجبت صينية هبدأ انزل فيها بقى ببصل متقطع شرايح بالشكل ده. هفرد البصل كده في كل الصينية، وبعد كده بقى هبدأ ارص البطاطس او قوارب البطاطس في الصينية. هخلص بقى باقي الكمية كلها. بعد كده بقى هجيب اللحمة اللي لسه معصجاها من شوية، وهبدأ أغرف في كل قارب أو كل بطاطساية. بعد كده بقى هجيب الصلصة وامشي على كل كده قارب أو كل بطاطساية بالشكل ده، وهحط كمان صلصة في أرضية الصينية. وبعد كده بقى هنزل بحوالي نص كوباية من المية أو كوباية عشان تستوي. ممكن أغطيها قبل ما أدخلها الفرن بورق ألومنيوم، وأحطها فرن متسخن قبل كده على درجة حرارة 180 لمدة حوالي نص ساعة. ودي بقى كان بواقي لحمة حطيتها برضو في الكوس، عملتها بنفس الشكل كده. كانت البطاطس بتاعتي استوت. هبدأ بقى أحط الجبنة كده فوق على الوش عشان أدخلها الفرن تاني وتاخد لون. طبعا ممكن تستخدمي أي نوع جبنة متاح عندك. ناخدها بقى على الفرن. خرجنا بقى صينية البطاطس أو قوارب البطاطس من الفرن. الريحة مش قادرة أوصف لكم، روعة، والطعم لذيذ جدا. حاجة كده سهلة واقتصادية عملناها ما خدتش مننا أي وقت. جربوها بقى وإن شاء الله تعجبكم، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني عشان كل ما أعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم. وكمان ما تنسوش صفحة الفيسبوك بنفس الاسم، سو سكيتشن مطبخ سو، ولايك وشير، والسلام عليكم.